السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده يا ربي. الله يدخل عليكم ان شاء الله هذا الشهر هذا بصحه وسلامه وباش ما كتمناو. كتشوفوا معايا هنايا غادي نحضروا معكم سلو ان شاء الله بطريقه رائعه على حقو طريقو سلو ديال الزمال اللي كيصايبوه جداواتنا، اللي كيجي رائع، كيجي معلك، كيجي غزال، وكيجي كاع القوام اللي كنديروا فيه كيجي باين كيف كتشوفوا معايا. كيكون باين فيه هكا اللوز وزنجلان وكيجي رائع رائع، كيجي معلك وكيجي غزال. غتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه والمقادير. وغادي نبداو غناخدو واحد 2 كيلو ديال اللوز. هنا عندي 2 كيلو ديال اللوز اللي خديت منهم واحد نص كيلو اللي هكا جلفتو وقليتو، درتو في الماء سخون حتى هكا ونقيتو وعاد قليتو، وما تبقى من داك 2 كيلو شديتهم وقليتهم هكاك بقشورهم، غير مسحتو مزيان ومن بعد عاد قليتو. المهم اننا كنمسحوه مزيان وعاد كنقليوه هكاك بقشره. من بعد ما كنقليوه كنطحنوه على هذا الشكل، ما كنيلوش بزاف، كيجي هكا على هذا الشكل كيف كتشوف معايا. وهنا عندي 3 كيلو ديال الجنجلان اللي حتى هما خليت واحد الكيلو صحيح اللي حمرتهم تما مغسول ومنقي ومحمر، كيلو خليته و2 كيلو طحنتهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. الجنجلان حتى هو كنطحنوه، واحد الكيلو كنخليوه صحيح. انا هنا عندي كميه كبيره، نتوما تقدروا ديروا على نصف الكميه. انا خديت واحد الكيلو خليته صحيح، غتشوفوه معايا في الطريقه. وهنا عندي 2 كيلو، وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا عندي هذاك الجنجله اللي حمرنا. هنا عندي كيلو ديال زريعه الكتان اللي حتى هي محمره ومطحونه، وهنا عندي كيلو ديال الإلال اللي حتى هو محمر ومطحون، وعندي 4 كيلو ديال الطحين محمرين. من بعد ما كنحمروا الطحين 4 كيلو ديال الطحين اللي محمر. وتما كيف كتشوفوا معايا إلان وزريعه الكتان كيلو كيلو، والجنجلان كيف ما قلت لكم راه عندي 3 كيلو، حيت انا هنا عندي كميه كبيره. وهنا عندي 4 ديال القرفه اللي مطحونه حتى هي على هذا الشكل. 4 انا ما درتهاش كامله، نقص منها واحد قيمه واحد 2 معالق بحال هكاك. وهنا اللوز اللي شفتوا معايا، اللوز ما كنكونوش منيلينو بزاف، كنخليوها كشويه باين. وهنا عندي النافع، كندير 3 المعالق ديال النافع اللي حتى هو محمر ومطحون، و3 المعالق ديال حبه حلاوه. كلشي هادشي محمر ومطحون منقي. من بعد ما نقيناه حمرناه وطحناه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه. كنغربلو ضروري كلشي يتغربل، هاد النافع وقرفه وهادشي كامل مغربل، الا زريعه الكتان كلشي كنغربلو. هنا عندي 2 كيلو ديال الكاوكاو اللي حتى هو محمر مقشر ومحمر ومطحون على هذا الشكل، لان حنايا حاجتنا بكاوكاو ما يجيش باين. هذاك الشيء علاش كتشوفوه معايا طحنته مزيان. وتما راه خديت واحد راس معلقه د الملحه. وهنا عندي مسكه حره، واحد الكوزه صغيره اللي طحنتها مع شويه السكر، هي اللي شفتوا معايا درنا. وهنا عندي سكر كلاصي، كناخذ واحد الكيلو ونص، وانتوما كتبقى على حسب الذوق السكر. وهنا الجنجلان اللي خليت داك الكيلو كيف ما قلت لكم خليته صحيح، السكر على حسب الذوق. من بعد كنخلطوا دوك النواشف كاملين وكنزيدوا عليهم كيلو. انا هنا بالنسبه للكميه اللي عندي كيلو ديال الزبده مذوبه ولا نوازيط، وكنزيد عليه 2 اطرو ديال الزيت اللي ديجا قليت فيها اللوز وكاوكاو. هذاك الزيت اللي كنخلطو به هو اللي كنكونوا قلينا فيه اللوز وكاوكاو. هنايا انا راه كندير اللوز على درجه حتى يكون الزيت بارد، كنديروا فيه اللوز وكيطحن، يعني ما كيوصلش واحد درجه الحراره عاليه. هنا من بعد ما كنخلطو مزيان وكنعركو، كناخدو وقتنا في العريك كنعركو. هي كتبغي سلو، كتبغي انها تخدم مزيان، كتعرك مزيان. وكنزيد عليها هنايا داك اللوز اللي خليته صحيح، داك نص كيلو د اللوز اللي خليته صحيح اللي مقشر على هذا الشكل. صافي هنا كنكونوا من بعد ما خلطناها مزيان كتكون وجدات. هي كتاخذ واحد نص ساعه حتى الكثر وانت كتعركي. انا راه عندي كميه كبيره كيف ما كتشوفوا في هذا البانيو، راه كبير غير كيبان لكم هكا صغير. وهنايا من بعد ما كنسالي وكتجي على هذا الشكل، هذه راه كتجي رائعه. الا جربتوها راه كتجي ما تندموش عليها، كتجي غزاله. هذه سلو ديال زمان كيف ما قلت لكم اللي كانوا كيديروا جدودنا، كتجي رائعه. وكيف ما كتشوفوا راه الطريقه راه سهله، غير نتبعوا الخطوات وبصحه والراحه.